السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لبنى إيديل. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. اليوم جيت معكم فيديو جديد ووصفة جديدة اللي هما الفطائر اللي الصراحة كيجيو خفاف وسهلين في التحضير. سجلوهم عندكم باش تجربوهم في هذا رمضان هذا وراه غادي ينالوا الإعجاب ديالكم. وفضلا وليس أمرا عفاكم ما تنسونيش بلي لايك ديالكم والبارطاج مع الأصدقاء باش تعم الفائدة. ودابا ندوزو المقادير. بسم الله، نبداو على بركه الله بالمقادير اللي كنحتاجو في هذه الفطائر. كنحتاج 3 ديال الكؤوس ونصف ديال الدقيق من النوعيه الممتازه وبيض بيضه، وملعقه صغيره من الملح، ملعقه كبيره ممسوحه من سكر السنيده او سكر حبيبات، ملعقه كبيره ممسوحه من الخميره الفوريه او الخميره ديال الخبز، وكاس ديال الحليب دافئ والماء دافئ لجمع العجين. بسم الله، نبداو على بركه الله بالطريقه ديال التحضير. كيف ما شفتوا خديت هذا الاناء ضفت عليه الحليب وكنضيف عليه خميره الفوريه والملح وسكر حبيبات. كنخلطهم بهذا الفوي هذا باش يذوبوا ليا دوك المكونات. وهنايا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا، وغادي نعاود نخلط هاد المكونات باش ينسجموا ليا مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف الدقيق كيف ما كتشوفوا 3 ديال الكيسان ونص، وكنزيد البياض بيضه، وكنحتفظ بالصفر ديال البيض اللي غنحتاجو في الاخير. وكنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم باش ينسجموا ليا صافي. من بعد غادي نحاول انني نجمع العجين بايديا باش نتحكم فيها اكثر، وغادي نزيد الماء دافي حتى كتجمع ليا العجين وكنتحصل على واحد العجين اللي كتكون متماسكه. صافي هنايا وجدت لي العجين كتكون رطبه على هاد الشكل هذا، ودهنت ليها الوجه ديالها بزيت الزيتون وغادي نخليها تختمر. بالنسبه للحشوه كناخذ مقله كنضيف عليها 2 حبات كبار ديال البصلات اللي قطعتهم من قبل مربعات صغيره، مع 2 فلفلات حمراء وخضراء قطعتهم حتى هما مربعات لي صغيره، مع شويه ديال الزيت وشويه البزار وشويه الملح. كنخليهم يتشحروا. وهنايا عندي صدر ديال الدجاج مقطع مربعات لي صغيره. صافي كنبقى مستمره على هاد الطريقه حتى كنشحر هذيك البصله والفلفله. ملي كيدبلوا ليا كنزيد عليهم صدر ديال الدجاج والتوابل، معلقه كبيره ديال التحميره ومعلقه صغيره ديال الخرقوم ومعلقه صغيره ديال السكنجبير. صافي وكنبقى مستمره على هاد الطريقه حتى كتنشف ليا ديك الحشوه ما كيبقاش فيها الماء. من بعد كنزيد شويه ديال القزبر والمعدنوس في الاخير. وكيف كتشوفوا بعد ما خليت العجين اختمرات وضاعف الحجم ديالها، هنا كنحاول انني نخرج داك الهواء اللي كيكون فيها. صافي من بعد كنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وكناخذ هاد القطعه هذه وكنقطعها على هاد الشكل هذا باش نشكل فيها دوائر كيف ما غادي تشوفوا معايا. وضروري كنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق وكنشكل هاد الكرات او هاد القرصات اللي صغيورين. صافي كنبقى مستمره على هاد الطريقه هذه. وهنا كيف ما كتشوفوا خديت الصينيه ديال الفرن دهنت ليها القاع ديالها بشويه ديال الزيت. صافي وخديت هاد الكاس هذا اللي كنضغط به على العجين، يعني كناخذ القاع ديالو وكنحاول انني نغطسو في الدقيق، ومن بعد كنضغط على العجين كيف ما كتبان لكم في الفيديو. صافي غادي نبقى مستمره على هاد الطريقه هذه حتى نضغط على العجين كامل كيف ما كتشوفوا. صافي في هذه المرحله هذه عندي هنايا الصلصه ديال الطماطم فايتي حضرتها معاكم. غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. كنحاول انني نوزعها على هذه الطريقه هذه باش تكفيني في الوسط ديال العجين كيف ما كتشوفوا معايا. صراحه هذه الحشوه هذه كتجي خطيره، غير جربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم. صافي هنا كناخذ الحشوه اللي درت فيها صدر ديال الدجاج اللي شاركتها معاكم، كنديرها في الوسط على هذه الطريقه هذه. الا ما بغيتوش ديروا الصدر ممكن تعوضوا بالطون. وهنا حاولت انني نقرب لكم باش تبان لكم الطريقه ديال هاد الفطائر هادو يعني كيفاش عامرين بديك الحشوه. صافي هنا كناخذ زيتون مقطع كنحاول انني نوزعه على هاد الطريقه هذه. ومن بعد غدا ناخذ فرماج حمر اللي حكيته بالحكاكه كنحاول انني نديرو في الفوق ديال هاد الحشوه هذه.
وهنا خديت صفر بيضه اللي احتفظت بها، زدت عليها قطرات من الحليب صافي، وكندهن الجوانب ديال هاد الفطائر هادو. صراحه الحليب كيعطيهم واحد اللمعان اللي كيكون زوين. صافي من بعد غادا نزينهم انايا بالبافو، ممكن تزينوا بالطريقه اللي بغيتو نتوما. وفي هذه المرحله هذه انا راني شاعله الفران باش يسخن، باش ندخل هاد الفطائر غادي نحطهم الفوق والعافيه كتكون من التحت. من بعد ما غادي يطيبوا ليا غدا نهبطهم يتحمروا. وفضلا وليس امرا عافاكم ما تنسونيش باللايك ديالكم للتشجيع فقط. الله يجازيكم بخير، وشكرا الناس اللي دخلوا عندي القناه وعجبهم المحتوى. شكرا لكم بزاف بزاف، وعلى التعليقات الزوينه اللي كتخليو ليا. الله يجازيكم بخير. هنايا كيف ما كتشوفوا وريتهم ليكم في الفران، صراحه راه كيجيو غزالين وكيجيو مفشفشين، غير جربوهم. وهنا راه ضاعف ليهم الحجم ديالهم كيف ما شفتوا معايا. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما طابوا. لي الصراحه كيجيو خطيرين وريحتهم كتجي زوينه بزاف بزاف. غير جربوهم غادي يوليو معتمدين عندكم حتى في الايام العاديه، ماشي غير في رمضان. ودابا نخليكم نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.